حكيت وقلت لك لا تصريح المدرب ولا زعلان لان هو صاعد فوق على المدرجات، هو لاعب محترف يعني يلعب دوري المحترفين وعايش هناك الاحتراف. هاي الامور سهله له، سهله عليه ومتفهمه. شنو المعلومه كابتن؟ المعلومه كون المعلومه انا اقول لك، انا اقول بالضد من هاي، انا اقول لك حتى انا هم اتحرى انا عليها. احكيها. اوكي. المعلومه اصبح هذا اللاعب مصدر للسخريه من قسم من اللاعبين يتنمرون عليه، وحصل شجار اكثر من مره بينه وبين قسم من اللاعبين، فهو من وراء هاي المساله ارتأى ان يطلع من المنتخب. تنمر على دانيلو، تنمر على دانيلو وتنمر معيب من لاعبين، من لاعبين. هذا شيء داخلي. يعني انا اقول له ما اريد احكي بالاسماء زين، لان حتى لا تنحسب يعني يعني مشكله. فهذا اللي صار. لا تقول لي مثلا هو يعني هل معقول دانيلو يلعب بدوري محترفين وجاي محترف وعنده رغبه ومن اشد الناس اللي راغبين هو يريد يجي يمثل المنتخب. زين. واكيد كل لاعب محترف وكل اللاعبين اللي موجودين 26 هم كلهم اساسيين وكلهم متقبلين اذا يصعدون على المدرج ويقعد على المصطبه، فهذا فشيء طبيعي جدا. زين. اللي صار هذا الشيء، لا مثلا يجيب صاحبته مثلا ولا يجيب اخته ولا يجيب بنت عمه ولا يجيب خالته. زين. هذا انت رايح بمهمه وطنيه. كابتن ترى كل عوائل اللاعبين بالدوحه. انا وياك. كل العوائل. اليوم المنتظر ماجد، هسه هو شنو فرق عن المنتظر اليوم؟ ليش ما قلت مثلا منتظر؟ العوائل حتى موجوده داخل المنتخب، بس اللي جاني المصدر المعلومه من داخل المنتخب، ليش ما قال لي مثلا منتظر ماجد؟ ليش ما قال لي يوسف الامين؟ ليش قال هذا؟ وانا حلفت على القران وتحت القسم انا ما اطلع احكي هيك كابتن، وانا الجمهور يعرف زين، انا واحد ترى من المعدودين، ترى دكتور عدنان انت ما تنزل معلومه ذا مو صحيح. اركان نجيب اني هسه تصدق بعد بالرجل اثنين. انت صدق دكتور كل الروايات احنا البارحه من قالوا رافض المشاركه او رافض تصريحات المدرب، ايش قلنا؟ البارحه وياك وامتعضت واكدنا، واليوم انا مرتين منزل البارحه منشورات. ما ردت اثير مشكله او تساؤلات كثيره، وازيدك من البيت شعر بعد اكو لاعب هم راح يعتذر. لاعب اخر زين بسبب اكو حصلت مشكله في الامارات، بس هو يعني ما متكلم. زين. وش قد يحاولون يسقطون به، لكن هو باقي ثابت. اللاعبين ولا الاداره؟ لا صوت الاداره. اداره المنتخب بها مشكله؟ اداره المنتخب. زين. اداره من كابتن عدنان لحد الاصغر واحد هم السبب بيهم، لان انت اليوم النشر فيديو معيب جدا. معيب. اليوم نشر فيديو مال وحده هاي تيك توك ما ادري شو اسمها انا ما اعرفها، على التيك توك تطلع وداخله بنص يم الغرف. هاي كارثه. وماخذه صور ونزل صوره ميمي. يعني عيب.